عسلامتكم الناس الكل، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا بخير وعافية يا ربي. كل من يشاهد فيا وكل من دخل قناتي ان شاء الله يا ربي يرزقكم الخير والرضا، ان شاء الله ايامكم كلها سعادة وراحة بال يا رب العالمين. في الفيديو هذايا جيتكم بزوز وصفات تحفونين بريزونتابل، وجيت نشارك معاكم في استقبالي لضيوفي وطريقتي في التقديم وشنو مديت وشنو عملت. نبداو هنيكاية من الاول بوصفة الكنافة عش البلبل. خديت الباكو هذاك حاضر كما تراو فيه، وبعد كده ذوبت شوية زبدة. الزبدة لازم تكون حيوانية، وإلا اللي عنده سمن معناتها يحب السمن زادة وكل. ذوب ونسقي به الكعبات متاعي وكعبات الفستق ولا البفريوة، نحمرهم. واللي يحب اللوز زادة واللي يحب اللاكاجو حاسيلو الفرويساك اللي تحبوا عليه انتوما حسب ذوقكم المفيد تحمصوه. وبعد كده ندخلهم الكعبات يطيبوا في الفور، ما تخليهمش برشا، ما تغفلوش عليهم، حكايه 5 دقائق كيكه على فور درجه حراره متاعه بين 175 180 درجه، جوست كيكه باش ياخذوا اللون الكراميل هذاك. وبعد كده نعمرهم بالكعبات المكسرات متاعي. بعد نسقيهم بالشحور. للشحور هنيكاية نستعملوا كاس سكر عليه شطر كاس ماء. الكمية هذيك يعني مستعملتش برشا على خاطر، وهكا كيما تشوفوا فيهم الكعبات شوف ما شبهم وشوفوا ما احلاهم. فيهم هكا الكعبات شوش ورد الكمية، اني من عشاق وشوش ورد نحسوا زين على الاخر. وهنيكاية نتعداو الوصفة الثانية. خديت هني خبز الملاوي حاضر او التورتيلا في بعض البلايص يقولوا له، وعمرته بشويه مايونيز شويه هريسه. تنجموا تعملوا زاده صوص الجيريان زاده تحفونه على الاخر، والى اي نوع صوص انتم تحبوه. ومن بعديك غسلت كعبة الخس متاعي واستقطرتهم وجيت باش نحطهم كيما قاعدين تشوفوا. استعملت فروماج كاري وتن وكعبة زيتون ومن بعدك نلويها هكاكا. نشدها بالكوردون ونقصها. وهذه هنا فكرة أخرى، نفس الخبز هذاكيا نقصوا دور صغار ونحط لهم فاخس، وبعديك نشدهم بالمساسك متاع السالي. وهذوما الميني ساندويتش والبيتزا اللي حضرتهم في الفيديو السابق. وتوش نتعداو لاخر وصفة لينا، اللي هي جواجم على طريقتي. استعملت فيها ياغورت غريق هذاك متاع فيتالي ولا متاع ديليس ولا نامبورت معناتها اللي عندكم، وشويه مكسرات والغله استعملت هني انت والغله الموجوده في السيزون هكيه، وبسكوي. نعمل طبقه بسكوي معها طبقه ياغورت شويه غله نحط في غويساك، وهكذا دواليك بالمرحلة كل مرحلة نحط فيها شوية من كل حاجة، وهكذا نتحصلوا على كويسات الجواجم متاعنا. ويني هيك هذه خبزة حضرتها، إذا تحبوا نشارك وصفتها معاكم إن شاء الله في فيديو قادم، وذكروا لي ليش سبق وشاركته معاكم. وهذه النتيجة النهائية، طاولة شبابة مزيانة كما كنت تشوفوا في الكويسات متاع جواجم محلاهم. وهني كاين الصحنة متاعنا متاع الفريساك، وهيك اللي كنافة عش البلبل، وهيهم اللي جاتو متاعنا.
وهذا طبق الصالي متاعنا المشكل. هذوكم كعبات الملاوي كيفاش ولاو. وهذا كان ميني ساندويتش، ميني بيتزا. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالفرجة. ما تنسوناش باللايك والاشتراك حتى يصلكم كل جديد، وباش القناة تكبر وتتشاف. وبالطبيعة ما تحلى القعدة التونسية كان بالبخور، خاصة في الشتوية. شكرا لكم المتابعة متاعكم، ونخليكم إن شاء الله في خير والخمير يا ربي. إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.